ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم الملبن القمر باربع اطعمه، بطعم الفراوله وطعم كمان الليمون وطعم النعناع وطعم المانجا اللي انا بحبها. والطريقه دي بتاعتي بقالها 3 سنين في القناه، ما غيرتهاش ابدا، لان الملبن بيطلع معايا ناجح وبيطلع فيه المطه القمر دي. انا بحب المطه دي اللي في الملبن، فما غيرتش الطريقه دي بقالها 3 سنين. ولو رجعتوا للقناه بتاعتي هتلاقوني عاملاه برضو في القناه من 3 سنين، هي المكونات وهي الخطوات. الصراحة طريقته سهلة خالص، وكمان ما فيهاش تعب خالص، وأول ما هتجربيه مش هتبطلي تعمليه. تعالوا نشوف ايه الطريقة بتاعتنا. أول خطوة، هنجيب حلة وننزل بكوبايتين من عصير الفراولة، وعليهم كوباية ونص من السكر، ونقلبهم على البارد. ولازم عصير الفراولة ما يكونش تقيل، يكون خفيف. يعني بعد ما تعصري الفراولة في الخلاط تصفيها كويس من البذور بتاعتها، وبعد كده تخليها خفيفة خالص، يعني تزوديها مية وتخليها خفيفة تمام كده. لازم العصير يكون خفيف ما يكونش تقيل. يبقى حطينا كوبايتين من عصير الفراولة وعليهم كوباية ونص من السكر، وياريت تستخدمي كوباية واحدة في كل المقادير، يعني كل المكونات. بعد ما قلبنا السكر، الكوباية ونص السكر مع الكوبايتين العصير، وداب خالص السكر، هننزل بنص كوباية من النشا. بعد ما نقلب النشا كويس جدا ونتأكد ان النشا داب خالص، هنشغل البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب. بجد بجد اعملوا الحاجة في البيت، الحاجة بقت غالية نار. انا لما نزلت اجيب الملبن من المحلات لقيت الاسعار مهولة، يعني اسعار غالية جدا، وما يستاهلش ان يكون الملبن بالسعر ده الصراحة، لان المكونات بتاعته بسيطة، وكمان الطريقة بتاعته مش صعبة. فانا استغربت لما لقيت الملبن بالسعر ده، قلت لازم اروح واعمله لكم في البيت، لان الطريقة سهلة خالص والمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. ابتدينا في التقليب الغاية وشغلنا البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. اول ما يبتدي يسخن كده، يسخن يعني مش يبتدي يتقل، يبتدي يسخن كده، واتاكد ان النشا والسكر دابوا خالص مع العصير، هننزل بنص كوبايه من العسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز حلو جدا، ولو مش متواجد عندك ممكن تحطي ربع كوبايه من عسل النحل، يعني مفيش مشكله خالص. انا بقول لك كل حاجه والبديل بتاعها. شايفين؟ ابتدى القوام يتقل معانا، هننزل بربع كوبايه من العسل الجلوكوز، حلو جدا. وزي ما قلت لك مش متواجد حطي عسل نحل عادي، مفيش اي مشكله. وتبتدي بقى يا ست الكل في التقليب بالمضرب اليدوي لغايه ما القوام يتقل معاكي. والمرحله الاولى هقولك تحطي ايه، يعني بعد ما القوام يتقل معايا هقولك هنحط ايه كمان. هو معلش الملبن عاوز صبر وطولة بال، لان هو لازم يتعمل على درجه حراره متوسطه مش عاليه. هنا بقى ابتدى يتقل معانا وبقى تقله زي المهلبية، ودي أول مرحلة للملبن. في المرحلة دي بقى هنحط ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. طب لو مش عندي ملح ليمون عادي مفيش أي مشكلة، ولا تقفي على أي حاجة، حطي معلقة كبيرة من عصير الليمون. وتبتدي برضو في التقليب على درجة حرارة متوسطة لغاية ما القوام يتقل معاكي. دي أول مرحلة. بعد كده بقى بحط في أول مرحلة بحط ربع كوباية من المية وعليها معلقتين كبار من الجيلاتين وأقلبهم كويس. ربع كوباية المية دي فترة من الحنفية، ومعلقتين كبار من الجيلاتين النباتي، واضيفهم على خليط الملبن. هو ده اللي هيديكي المطة الخفيفة في الملبن. الصراحة لما تحطي معلقتين جيلاتين مع ربع كوباية مية وتقلبيهم كويس وتضيفيهم على الخليط الملبن، هيديكي مطة حلوة جدا. الجيلاتين اللي انا استخدمته جيلاتين نباتي مش حيواني. وليه استخدمت النباتي؟ لاني بحس ان الحيواني فيه ريحة مش مستحبة، فبحب الجيلاتين النباتي. دي بقى الخطوة المرحلة التانية ابتدى يتقل فعلا، بس مش هي دي خالص الخطوة اللي انا عايزاها. لما اعرف ان الملبن استوى امتى؟ لما اعمل خط كده بالمعلقة الخشبية يبان قاع الحلة. هو دي بقى المرحلة التالتة، لسه ما برضو تقل، بس لسه ما يعني لسه لما بعمل خط كده ما بتبانش قاع الحلة. هنبتدي بقى نشيل المضرب اليدوي ونستخدم المعلقة بتاعتنا. شايفين القوام بيبتدي يتقل معانا، بس زي ما قلت لكم مش هو ده القوام اللي انا عايزاه. القوام اللي انا عايزاه ان انا لما اعمل خط كده، يعني اول ما بعمل خط كده بيبان قاع الحلة كده، يعني بقى الملبن جاهز معانا وفي منتهى الجمال. اول ما عملت خط كده بقى بان قاع الحلة،
وما ضمش على بعض بسهولة. شايفين الخطين ما ضموش على بعض بسهولة. كده الملبن بقى جاهز معانا ومية مية. هنطفي بقى البوتاجاز وهنكون مجهزين اي علبة عندك وحاطة فيها ورقة زبدة او حاطة فيها كيس من اكياس البلاستيك بتاعت التلاجة، ودهن الكيس او ورقة الزبدة شوية زيت صغيرين. في المرحلة دي عاوز سرعة، الملبن عاوز سرعة، يعني عاوزك تحطيه في العلبة بسرعة عشان ما ينشفش معاكي. اول ما بتحطيه في العلبة بسرعة كده بتدهني المعلقة شوية زيت صغيرين وتبتدي تسويها. بعد كده بتسيبيه على الرخامة لمدة 12 ساعة. بعد 12 ساعة هتبتدي بقى تشيلي من عليه الكيس اللي هو الكيس البلاستيك ده، او لو كنت حاطة عليه ورقة زبدة بتتشال معاكي بكل سهولة. وبعد كده بتجيبي السكينة بتاعتك يا ست الكل وتدهنيها شوية زيت وتبتدي بقى تقطعيها. الطريقة سهلة خالص صدقوني وبدون مبالغة. الطريقة سهلة خالص والمكونات بسيطة في كل بيت، وهي معلقتين الجيلاتين اللي انت هتحطيهم هو اللي هيديك المطة الحلوة اللي بتبقى في الملبن. وزي ما قلت لك استخدمي الجيلاتين النباتي ما تستخدميش الجيلاتين الحيواني، عشان الجيلاتين الحيواني بتبقى فيه ريحة مش مستحبة. انا هنا عملت لكم بطعم الفراولة، طعم طبعا الليمون والمانجا والنعناع عملتهم، بس يعني ما رضيتش اخلي الفيديو طويل عليكم، فعملت لكم طريقة الفراولة وطريقة المانجا وطريقة النعناع وطريقة كمان الليمون. هي نفس الطريقة، يعني هي نفس الخطوات. جبت السكينة بقى وابتديت ان انا ادهنها شوية زيت واقطعها المقاس اللي انا عايزاه. تقطعيها بقى مكعبات المقاس اللي انت بتحبيه. وبعد كده بتكوني مجهزة بقى بولة يا ست الكل فيها سكر، وتبتدي بقى تغلفيه بالسكر كويس جدا. الملبن مش غالي خالص ان انت تعمليه في البيت، يعني لما بتعمليه في البيت تكلفته بسيطة جدا، وكمان يعني الطريقة ناجحة معاكي من اول مرة. بلاش تشتريه من بره لان فعلا الاسعار غالية نار. وبكرة هعمل لكم السودانية وبعد كده هعمل لكم القشطة ان شاء الله. تمام كده عشان تبقى كده عندكم حلاوة المولد. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى بعد ما غلفنا الملبن اللي هو بطعم الفراولة نشوف الطعم التاني اللي احنا عملناه. وزي ما قلت لكم انا ما حبيتش اعمله في الفيديو ده عشان ما تبقاش الفيديو طويل عليكم. ده بقى بطعم الليمون، بس هي بقى اللون كان ابيض شوية الصراحة يعني، فحطيت عليه نقطة من اللون الغذائي الاصفر. طب مكان 2 عصير، مكان كوبايتين عصير الفراولة هتحطي هتحطي كوباية ونص من المية وعليهم نص كوباية من عصير الليمون اللي انت بتحصريه. يعني تجيبي كوباية وتحصري فيها 3 ليمونات كبار كده، يعني يبقوا نص كوباية، وتحطي عليهم كوباية ونص من المية. والمانجا بقى عصرت مانجاية كده في الخلاط وصفيتها خالص من الألياف اللي فيها وخليت المانجا خفيفة خالص زي العصير. النعناع بقى حطيت كوبايتين من المية وعليهم معلقة من النعناع المركز. هي دي الخطوات، هي ما بتغيرش أي حاجة. هيطلع معاكي الملبن فيه مطة حلوة جدا. لو عجبكم بقى الملبن بتاعي والفيديو بتاعي متنسونيش في الاشتراك واللايك والشير.